بما ان النهارده اول يوم في السنه الجديده فحبيت اجيلكم بحاجه مختلفه. دايما متعودين مني بجيب لكم شقق عرايس. النهارده جايبه لكم فيلة عروسه الشيخ زايد. اللهم بارك يا رب، ربنا يبارك لعروستنا ويسعدها ويهنيها بحاجتها يا رب، اللهم امين. زي ما انتم شايفين كده من دخلة الباب كانت حاطه الكونسولتو بتاعها. ما شاء الله كان مميز وجميل، كان كله ستيل كده زي ما انتم شفتوه، اللون الجولد. ما شاء الله. تعالوا كده نصلي على الحبيب وناخد جولة سريعة في فيلة عروستنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ده كده كان الريسبشن. انا خدت بس نظرة عامة كده على الريسبشن مع بعض ونشوف قطعة قطعة مع بعض. زي ما انتم شايفين هي كانت عاملة في الريسبشن 3 تقسيمات. كانت عاملة برضو الجبسن بورد معلق، ما شاء الله كان مميز وجميل جدا. زي ما انتم شايفين الستيل برضو اللي كان في الجبس من فوق كان مدي منظر جمالي. كان لسه كمان في الابيض ده كان لسه الورق اللي عليه هيتشال، وهيبقى كل القطعة اللي فوق كده لون الستيل زي الترابيزات كده بتاع الانتريه. هي كانت جايبة 2 انتريه، واحد لونه كافيه والتاني كافيه في بيج، والتاني برضو كان كذلك اللون اللي هو الكريمي شوية دوت. لو لاحظتوا الاتنين الترابيزة بتاع الانتريه ستيل كده ما شاء الله كانوا مميزين. وبرضو في الانتريه اللي هو التاني اللي هو اللون الكريمي ده كان لونه، كانت الترابيزة ستيل. والانتريه نفسه الكراسي بتاعته كانت من الجناب والرجل بتاعتها كانت ستيل مميزة وجميلة جدا ما شاء الله. ربنا يبارك لعروستنا يا رب. حطت لها هنا بونبونيرة كريستال وحطت لها طفاية. لو لاحظتم انا كان عجباني قوي شكل الكراسي بتاع الانتريه. حطت لها هنا 3 فازات تدريجي كده وريشه. كانت جايبه ريشه جولد كده حطيناها في الارض كده، وكان في باف كده مساعد مع الانتريه برضو حطيته تحت الشاشه على طول. ما شاء الله. وسعت لها بقى الكوشن كده على الانتريه بالشكل ده. حطيت لها بقى المفرش كده على الترابيزة وحطيت عليه شيلت الكحك وحطيت طبق تسالي كده كان مميز برضو وجميل. اغلب حاجتها بمامتها كانت جايبها لها من خارج مصر. كنت حاطه لها برضو، لو لاحظتوا البونبونيرة تحسوا ان شكلها مميز وقيم وشيك جدا ما شاء الله. كان عاجبني قوي الوان الدهانات، الوان ذوقها في اختيار العفش بتاعها. ما شاء الله كل حاجتها كانت مميزه وشيك جدا. ربنا يبارك لها يا رب ويسعدها ويهنيها. حطت لها رانر كده على الترابيزه وحطت لها فازه كريستال وطبق الفاكهه طبق تسالي. النيش دوت القطعه النيش دي خاصه بالمطبخ. لو هتشوفوا معايا دلوقتي المطبخ جنب النيش على طول اللي هو الصغنن ده الباب اهوت بتاع المطبخ هنشوفه مع بعض دلوقتي. حطت لها هنا طقم شوبات فوق، شوبات عصير وشوبات شاي صغننة. حطت لها برضو هنا كذلك نفس الموضوع شوبات برضو عصير. هي ما شاء الله كانت جايبة أعداد كتير لأن هي بنوتة وحيدة ومامتها كانت جايبة لها الحلو كله، ربنا يخليها لها ويديها الصحة يا رب. هنا حطت لها طقم الجيلي البورسلين دوت، وهنا حطت لها طقم الجاتو. دخلت معاه استكانات قهوة. هنا حطيت برضو فناجين قهوة صغننة ومعاها كوبايات عصير. ما شاء الله كل حاجتها مميزة وجميلة، ربنا يبارك يا رب. تعالوا بقى نشوف القطعة النيش التانية اللي معانا. النيش الأساسي بتاع السفرة الخاص بالسفرة. ده النيش ده خاص بالمطبخ، فيه أغلبه كوبايات وشوبات وحاجات خاصة بالمطبخ. هنا السفرة زي ما انا قلت لكم حطيت لها برضو طبق تسالي كريستال والفازة الكريستال وطبق الفاكهة. هنا على البوفيه برضو حطت لها المفارش الصغننة المدورة القمر دي مامتها برضو كانت جايبها لها، كانت عجباني جدا. حطت لها رانر كده على الطويل على القطعة الطويلة من البوفيه. حطت لها طبق فاكهة وفازة كريستال وطقم صواني فضة. ما شاء الله ربنا يبارك لعروستنا يا رب. هي كانت حابة النيش كده يكون افضل من غير مفارش. وكمان ما استخدمتش استندات عندها. حطت لها ما شاء الله طقم قهوة كده في النص. حطت لها من الجناب اطقم كاسات برضو شوبات، وحطت لها طقم قهوة عربي ما شاء الله. هنا حطت لها القارورة البوهيمي ديت. حطيت من الجناب برضو اطقم كاسات ما شاء الله. ربنا يبارك لعروستنا. لو لاحظتوا ذوقها رقيق جدا في اختيار حاجتها. حطت لها برضو طقم قهوة عجبني جدا في الرف اللي فوق ما شاء الله، كان كريستال برضو داخل فيه جولد. هنا خصصت لها الرف دوت لسيلفر شوية. حطت لها قارورة سيلفر كده، ودخلت معاها برضو اطقم كاسات. وحطيت تحت بقية الطقم الجزء من الطقم الصيني اللي هو الطقم السفرة اللي هو طقم الشاي ما شاء الله. حطيت برضو معاه بعض معالق كده من شنطة المعالق بتاعتها. لو لاحظتوا في النيش فيه قطعتين عماق كده تحت حطت لها فيه حاجات كريستال كده، هي كانت جايباها فرداني، كانت مميزة برضو جميلة جدا.
هنا بقى حطت لها بقى طقم صيني تاني مامتها كانت جايباه لها برضو، شكله مختلف هادي وبسيط كده فرداني، حطيته لها كده بالكامل كده هنا في الجزء ده. وبقيته تحت كده، وحطيت معاه طقم شاي، وحطيت طبق فاكهة تاني كان زيادة معاها على البوفيه، فاضطرينا ان احنا نحطه داخل البوفيه، لان طبعا زي ما انتم شايفين انا حاطه الحاجات المناسبة على البوفيه، فاحنا استكفينا على كده. دي برضو كانت صواني تقديم زيادة عندها، وما كانش ليها مكان ليها خالص. ما شاء الله لو لاحظتوا المراية بتاع البوفيه بتاعتها كانت مميزة وجميلة جدا. هنا بقى حطيت بقية الطقم الصيني اللي كان موجود في النيش. في الضلفة التانية دي حطيت لها قوارب بورسلين، وبقيت كوبايات برضو باقية عندها، وحطيت طقم شاي ومعاه الصينية بتاعته. ده كده كان شكل البوفيه وشكل النيش بتاع عروستنا. اتمنى لو وصلتوا معايا لحد هنا تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس للكل عشان يوصلكم كل جديد في شغلي بإذن الله. تعالوا مع بعض بقى نشوف مطبخ عروستنا ونشوف عملنا لها فيه ايه. ربنا يسعدها ويهنيها بحاجتها يا رب، اللهم امين. بسم الله ما شاء الله. هنا سأسكن قليلا احتراما وتقديرا لهذا الجميل. ما شاء الله ما شاء الله. ده الباب التاني اللي بيخرجنا بره. هنشوف مع بعض زي ما انا قلت لكم، في باب من على الريسبشن جوه، وباب بيخرجنا على الجزء التاني من الفيلا، اللي هو السلم اللي بيطلعنا على فوق. ده حمام كده جنب المطبخ صغير. في حمام تاني برضه هوريهولكم دلوقتي دوت من الجزء اللي هو خاص بالضيوف. هنا في المطبخ حطيت لها على الرخامة طقم التوابل وطقم توزيع برضو خاصة بيها، قريبة من البوتاجاز على طول. هنا ده كان البوتاجاز حطيته هنا في الجزء دوت. وهنا دي التلاجة كان نوعها LG. ما شاء الله اللهم بارك يا رب. هنا خصصت لها الجزء ده كده زي جزء كوفي كورنر، حطيت لها حلة الشوربة البورسلين ومعاها المجات بتاعتها. هنا حطيت لها برضو الستاند المعالق التقديم بتاعتها اللي هي هتستخدمها استخدام يومي. هنا دي غسالة الأطباق تقريبا هي كان نوعها بيكو. هنا بقى في الضلفة دي خصصت لها القوالب البايركس، الحلة اللي فوق دي بورسلين على فكرة يا جماعة، والقوارب الخشبية الغويطة البولات ديت. هنا حطت لها برضو طقمين للصوصات، وحطت لها براد بايركس. هنا حطت لها بقية الطقم الأكوا بايركس، وحطت لها الحلل اللي هي بتاع تبر واي. ما شاء الله ربنا يبارك لعروستنا يا رب. قد ايه الحاجة كان ذوقها رقيق وجميل جدا بجد. تسلم ايد مامة العروسة على اختيارها في ذوق حاجات عروستنا النهاردة. ما شاء الله ربنا يبارك يا رب. بما ان الدرج الكبير العميق ده جنب الميكروويف، حطت لها فيه كل الصواني الكيكة والكب كيك. هتقولي يا دعاء الدرج مزحوم، بس والله انا حاولت على قد ما اقدر ان انا الم لها الدنيا. تحت خصصت لها للقلايات والحاجات دي. هنا بقيت العلب الخزين بتاعتها بتاع البقوليات برضو كان نوعها تبر واي. لو اخدتوا بالكم العلب معاها معالق وشوك للبيبات الصغننين. ربنا يكرمها يا رب ويرزقها بالذرية الصالحة يا رب، اللهم امين. هنا حطيت لها العجان والكيتشن ماشين كله كامل على بعضه، عشان دوت هي مش هيبقى استخدامها ليها فوق كتير قوي. لو لاحظتوا فيه دول فوق يعني عالية جدا، انا معرفتش افتحها، فيها حاجات برضو بس حاجات اللي هي مش هتستخدمها كتير. هنا بقيت علب التلاجة بقى والحاجات الخاصة تبقى قريبة من التلاجة على طول، بحيث لو بقى اكل بقى حاجة وهي حابة تحطهم في علبة التلاجة يبقى قريبة من ايديها. بما ان بقى الخلاط هيبقى اقرب حاجة من ايديها، والكبة والهاند بلندر والحاجات اللي هيبقى استخدامها ليها يومي، فحطيت في الظرفة دي قريبة من ايديها جدا. ومكنة الفشار هي قالت لي انا حابة هستخدمها كتير مكنة الفشار، فحطيتها لها برضو قريبة منها. في الادراج كده حطيت لها منظم بقى، ووزعت لها بقى الرفايع بتاعتها كلها في الادراج كده بالشكل ده. لو لاحظتوا المنظم ما شاء الله بيلم الدنيا معايا جامد وبينظم الدنيا. خصصنا بقى الدرج الاخير ده برضو لبقية الرفايع وفوط المطبخ. في مفاجأة على فكرة في المطبخ هوريها لكم دلوقتي. حطيت لها هنا صواني التقديم، بما ان برضو الكوفي كورنر هنا وهيبقى قريب من ايديها. صواني التقديم كلها. هنشوف مع بعض المفاجأة. هنا في الضلفة دي العروسة جايبة طقم حلل اطفال بلاستيك. والله انا بجد شفته ما بقتش قادره امسك نفسي، قلت لها لازم احطه لازم اعرضه في المطبخ. حطت لها طقم الحلل الجرانيت، وحطت لها طقم حلل الصاج. طقم الحلل الصاج دي هتقولي لي يا دعاء الصاج مش عمليه. لا يا جماعه ما شاء الله الطقم الصاج بتاعها روعه روعه روعه، ما شاء الله ربنا يبارك لها يا رب.
وجايبه الاستانلس كامل متكامل، جايبه الاستانلس دوت بالحله من زبتر تقريبا او من تبر واي، جايباه تقريبا من تبر واي. ما شاء الله كان مميز. ده الضلفه دي خصصتها للحاجات الكوفي كورنر. فوق الكوفي كورنر على طول حطيت لها مجات، وحطيت لها فناجين قهوه، حطيت لها كل الحاجات الخاصه بالكوفي كورنر تبقى قريبه من ايديها هنا لو هي حابه تستخدمهم. هنا بقى في الضلفة دي برضو حطيت لها هنا الشوبات للعصير، وحطيت لها ترامس كده ما شاء الله كانت مميزة وجميلة. تقريبا هي برضو ما كانتش جايباهم من هنا. اغلب الحاجة بتاعت عروستنا مامتها كانت شاريها لها من بره. هنا في المطبقية بقى حطيت لها بقية الطقم البايركس اللي هي هتبقى تستخدمه على طول، اللي انا حطيته في الضلفة اللي انا وريته لكم. وهنا حطيت لها كوبايات بقى لاستخدامها اليومي وشوبات عصير. ما شاء الله كده ده الشكل النهائي المطبخ عروستنا. كان فيه الضلفة تحت مليانة بلاستيكات من تبرواي، بس انا نسيت ان انا اصورها لكم خالص. هنا ده الباب اللي انا قلت لكم عليه. هنشوف مع بعض الحمام بقى ده خاص بالضيوف. شفتوا مكان ما احنا دخلنا من عند الكونسولتو كده، هو من هناك كده في حمام تاني. انا كنت بصور جزء جزء لان كان في ناس موجودين في الشقة، فما كنتش عارفة ان انا اصور الدخلة دي. هنا كانت عاملة بروفايل ليد في المطبخ ما شاء الله، كان مدي شكل جمالي حلو جدا زي ما انتم شايفين معايا. ده كده كان مطبخ عروستنا. ده الحمام الخاص بالضيوف اللي انا قلت لكم عليه. ما شاء الله كان شيك وجميل جدا. هنا بقى سلم الدور التاني ما شاء الله زي ما انتم شايفين الرخام كان لونه اسمر. اللون ده بيبقى مميز وجميل. هنا دوت الجزء التاني من فيلة عروستنا. انا قلت هاخد لكم بس جولة سريعة عليه كده عشان تبقوا فاكرين معانا شكله. كانت عاملة ركنة كده وبنوهات ما شاء الله ورا الركنة على طول. هنقول كل الكلام ده في تفاصيل الفيديو الجاي ان شاء الله، ونشوف معانا بقية الفيلا بتاعت عروسة الشيخ زايد. اتمنى منكم لو وصلتوا معايا لحد هنا تدعوا لها دعوة حلوة من قلبكم بجد. والله عروستنا حد قمر جدا جدا، وانا مبسوطة جدا ان انا اتعرفت عليها. اتمنى منكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس للكل عشان يوصل لكم كل جديد في شغلي بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.